انت وزير الصحة اللي بتتبجح ده الدريب بكم بتاع البنادول؟ تجار البنادول، تجار الصيدليات. انت راجل وزير صحة؟ انت راجل هسه؟ في عليكم يا بكم درب البنادول؟ بكم؟ عارفه ولا اوريك له؟ عارفه بيتباع كيف؟ عارف المريض بيعملوا له شنو؟ ركبوا له دريب، باقي الدريبات يركبها في بيتهم. يا اخي انتوا جزم يا اخي، اقسم بالله انتوا جزم، والله انتوا جزم، اقسم بالله انتوا جزم، وحياة دين امي انتوا جزم، وطوص فيكم يا اخي، طوص فيكم يا اخي، وعلى ما في غيركم اركبوا. تعرف واحد بيجو شفته كده غبن انه بيده ما في شيء، بيجيك كده يعني غبينه كده. شفت ليه فيديو يا اخواننا السودانيين قاعدين في مصر، تعرف لقيتهم يعني مصورون واحد كده بكاميرا البيت لابسين لبسنا السوداني ده يعني جلابية وعراقي وكده يعني كمية. جهات الشرطة زكاهم هنو لقينا ناس قاعدين برا يجي الغريب لبلدنا يبرتع، لا حسيب لا رغيب لا زول يسأل. بلدنا عبارة عن كوجة، في زول يخش البلد كوجة. والسوداني برا والله يا جماعة انت عارف الواحد مرات بيبكي من الضيق اللي جواه، يعني من الضيق بتاع انه هنا ما نستاهل كده، احنا كشعب ما نستاهل كده والله. انا اسف بالمناسبة بكاي ده ما استضعاف، لكن بس مغبون يا اخ، مغبون. احنا قاعدين برا السودان ده بنلتزم اغامات ورق كده، بلدنا اللي بيجي يخشيها نحن خاشي لسوق، ويجي يقول لك في الاعلام يكون في محاسبه ويكون كده وكده. والله ما والله شوف يعني انا كل ما اتذكر انه ربنا ده بعظمته، ربنا ده ما هو عظيم، كل ما اتذكر انه ربنا ده ادانا بلد يعني كانه قال لنا انتوا الجنه يعني الرات. شوف يعني انا بقول لك انا ما شغل مجنون ولا كده، يعني بحس انه ربنا ده بخاطب الناس الدنيا دي كلها، يعني يقول لهم يا اخ انا اصطفيت شعب اسمه شعب السودان، اصطفيته كده بدون الدنيا دي كلها، ده ربنا بخاطب الناس كده. احنا بحس كده كانه شنو في كلام بينه وبين الدنيا الثانيه دي، يقول لهم يا اخي انا اديتهم ارض وبحر وموارد واي شيء اديته لهم ما اديته لزول فيكم. كويس؟ يعني انا بحس مرات ربنا بيخاطب الدنيا دي كده. شفتوا لون الشعبي ده؟ الشعبي ده انا اصطفيته كده، يعني كده براءه وكده انا اصطفيته. لكن منو اللي يفهم الكلام ده؟ ان شاء الله الناس اللي في الدولة دي يقدروا حاجتين بس، الارض اللي احنا قاعدين فيها دي، الناس اللي ماتوا ودوا الشباب حقهم، يا ودوا الشباب حقهم. احنا عرفنا مصيرنا وطلعنا
اتغربنا واتطردنا، خلاص عمرنا ضاع. فاخواننا اللي قاعدين في السودان ديل، يعني بالله عليكم يا اخي، والله ما دارين انه يغتربوا ولا دارين انه يهاجروا، دارين انه يبنوا البلد دي، والله العظيم. يعني لو في امل في الناس اللي قاعده هناك دي، يعني احنا ما طلعنا خلاص، يعني عارفين انه خلاص، يعني ناسي العمر اللي عشته ده حاجة أعيش زيه تاني، يعني ما خلاص، يعني ما كبرت. حكينا الناس قاعدين في السودان إن الشباب دول يدون حقهم يا أخي، علينا قبال ما نموت بحيث إن السودان ده عليك اللي تخطي في الطريق الصح.